ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ جيت لكم بانمي جديد. بس قبل ما نبدا الحلقه متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. ويلا بينا. بنشوف واحد بيقول: يا صاحب السمو، هيا الامير اوسكار، لو سمحت لازم نرجع، المكان خطير جدا. فبيقول له: اخرس يا لازار، كل الجهد اللي عملناه عشان نتسلل للقلعه هيروح على الفاضي لو رجعنا دلوقتي. فبيقول له: طب ممكن ساحره تلقى عليك لعنه تاني؟ وقتها هقلق. فبيقول له: انا متاكد ان في طريقه تانية. بقول لك ايه، عدى 15 سنه وملناش حاجة، فاسكت بقى وسيبنا ندور على ساحرة القمر الأزرق السماوي ونسألها ازاي نشيل اللعنة، ولو فشلنا يا عم ندور على اللي عملت كده وهي ساحرة الصمت. فايه رأيك في الخطة الجامدة دي؟ بينزلوا من الحصانة ومتجهين ناحية القلعة. أنا متفاهم شعورك يا صاحب السمو، بس المخاطرة كبيرة. ده أصلا ساحرة الصمت محدش عارف مكانها من 15 سنة، وبالنسبة لساحرة القمر الأزرق السماوي محدش عارف يوصل لقمة البرج من سنين. ما تقلقش، الموضوع هينجح. طب لو حصل لك حاجة اوريهم وش ازاي لما ارجع للقلعه. ارجع بوش حزين، سهل وبسيط. بيدخلوا المكان، وطبعا اكيد هنقابل تحديات في طريقنا، وطبعا اللي هيتغلب عليها ويوصل للقمه الساحره هتحقق امنيته. بيقول له: يلا بينا، ولو خايف استنى هنا على ما اخلص. بيقول له: لا مش هقدر اسيبك. بيقول له: عايز ايه؟ انا بفكر دلوقتي. بيقول له: انت مش شايف ان حوالينا تعابين؟ واخد بالي، بس ما تقلقش مش سامه. دي المفروض نظريه رياضيه اتدرست في دوله صغيره من حوالي 100 سنة، وكانت معروفة إنها مسألة ملهاش حل. بس ده كان زمان واتحلت، وبيفك الرمز وتختفي التعابين. بنشوف واحدة بتقول إن في ناس بيتحدوا البرج بعد ما مضى فترة على آخر مرة. فبتقولها: ده نادر لما تحصل، ده أنا كنت مفكرة إنهم نسوا إن البرج موجود أصلا. كان في واحد قبل شهر خلص منه الوقت، علشان كده معرفش يحل اللغز الأول، ولكن دول بيشقوا طريقهم إلى القمة بانتظام. هبقى أشوفهم لما يوصلوا للقمة. طبعا انت عارفه هتعملي ايه لو فشل الليتولا. ممكن يكونوا اقوى، بس اغلبهم مش بيعرف يهزم وحش الحارس الاول. ولكن بنلاقي انه هزمه فعلا بكل سهوله. هو فعلا اخر شخص نجح انه يوصل هو جدي. ايوه، قبل 70 سنه. في الوقت ده 10 رجاله صعدوا القلعه، ولكن اللي وصل للقمه الملك ريغيوس اللي كان حاكم وقتها. بقولك ايه، ارجع لوحدك، انت مش بتساعد في حاجه. بيخش مكان فيه تماثيل وبيستعدوا انه يحاربهم وبيهجموا عليه، ولكن عرف يقتل واحد منهم وقطعه نصين. بينتقل بينا المشهد للبنت وهي بتقول: المتحدون وصلوا لغرفة التمثال الحجري. ده انجاز كبير. هم عددهم قد ايه؟ 2 بس عمليا شخص واحد. بتستغرب ولكن بتقول: كنت بعمل لهم شاي بس شكله هيضيع على الفاضي، ايه رايك نديهم جايزه على الجهد اللي بذلوه؟ بتقول لها: ولكن هو هيعديها بسهوله. تقول لها: ايه؟ وبنشوفه هو بيخلص على اخر واحد بسهوله. انا مبسوط انك ما حصلكش حاجه. فبيقول له: مبسوط ايه؟ ده ضرب واحده منهم وهكون في اعداد الموتى. الارض بتتهد من تحتهم بسرعه يا لازار، ولكن الاوان كان فات ومش هيعرف يعدي. فبيقول له: خليك عندك، ما تجيش، اسبقني انت مجنون، هتقع، شكلنا هنودع بعض هنا. وبيقع، ودي كانت نهايته عشان زنان. وبيكمل الامير طريقه، بيكون فعلا وصل للقمه. اهلا يا جميل، عملت لك شاي، تعالى اتفضل اقعد، انا اتنشى. على الرغم انه قليل جدا اللي بينادوني باسمي. هو انت الساحره؟ ولكن شكلك مش شكل ساحره. وتقول له: المظاهر خداعه يا ولدي، ما تقلقش، زميلك لسه عايش وما حصلهوش حاجه وهو نايم تحت. فبيطمن ويرتاح ويقعد يشرب الشاي معاه. انت استخدمت السحر عشان تغيري شكلك؟ انت شكلك ما شفتش تربيه. كل ده طبيعي يا ولدي، اعذريني يا جدتي، اصل سمعت انك عشتي لمئات السنين وما شاء الله مفيش اي تجاعيد. ده لان بنعيش ضعف عمر البشر، علشان كده جسم واقف عن التقدم في السن ببساطه. دلوقتي دورك انك تسال، بما انك وصلت لقمه القلعه. اسف، انا اوسكار فرصاص. ايه ده؟ انت من عيله فرصاص بقى؟ انت من نسل ريغيوس، فيك شبه منه ولكن وشه الطف منك. هو انت عايش هنا لوحدك؟ لا، عندي تابعة ليا لتولا. سررت بلقائك، زميلك نايم دلوقتي وكويس بسبب تعويذتي. طب ايه اللي بيحصل للي مش بيقدروا يرجعوا؟ هو انت شايفني ايه؟ ما تقلقش يا عم، مش بخلي حد يموت، ولكن ضربة واحدة منهم كافية للقتل. ما تقلقش، هبعتهم على الدور الارضي لو كانوا قربوا يموتوا. اللي بيفشلوا بتتغير ذكرياتهم شويه وبنبعتهم لاماكن عشوائيه. اغلبيتهم بيعملوا كده عشان الشهره او يثبتوا انفسهم، ولكن اللي بيجوا عشان يعالجوا مرض اطفالهم سيدتي اللي بتساعدهم حتى لو فشلوا. ايه سبب قدومك لهنا بقى؟ والله ساحرة الصمت لعنتني. وبنتقل المشهد لينا للساحرة مش هتقدر تخلف وريث تاني، والكلام ده بينطبق على ابنك. دمك هيدمر اي واحدة تحبها وهتنتهي سلالة فرساس معاك. تقريبا اللي حصل ليه علاقة بامي اللي توفت قبل ما يحصل كل ده. طبعا حاولت اشوف طريقة اشيل اللعنة، ولكن مهما قريت او طورت في الاطلال ما قدرتش الاقي دليل واحد عشان اخلص نفسي من اللعنة ديت. عشان كده جيت لهنا. اللي بنسميه السحر بيتنظم بواسطة مجموعة مشتركة من القواعد، ولكن النعنات مش بتتبع أي قواعد. لما تقول كلمات معينة بالإضافة للقوة السحرية ساعتها بتحصل على لعنة، وطبعا بيختلف
على حسب اللي بيقول. لو ما ذكرش وقت إلغاء اللعنة أثناء إلقائها ولا حتى الملك نفسه يقدر يلغيها. ولكن بالمقابل اللعنات مش بتحمل قوة كبيرة، ما تقدرش تقتل الناس بشكل مباشر ولكن بطرق ملتوية. تقريبا اللي سبق مش لعنة ولكن بركة، بتوري له علامة على وشه انا وريتك جزء من البركة. طبعا بيختلفوا من حيث القوة، لان البركات بتبقى قوية جدا حسب براءة الملكي. علشان كده البركة بتاعتك بتحاول تحمي بقوة اي طفل ما اتولدش، وصعب على اي ام عادية تتحمل ده. ولكن ممكن تستخدم السحر عشان تخفف من قوتها. فعلا ساحرة الصمت قوية، يعني ما تقدريش تلغيها. المهم انت عملت مجهود كبير، ما اقدرش اسيبك من غير ما اعمل حاجة. كل اللي اعمله هدور على واحدة تتحمل قوة الطفل. طب لو كانت متزوجة أو طفلة أو مسنة؟ والله لو متزوجة مش هتقدر تعمل حاجة. لو عجوز استخدم السحر، ولو طفلة ممكن تراعي لغاية اما تكبر وتتجوزها. بقولك تقدري تحملي قوة ساحرة الصمت؟ طبعا مش هواجه مشكلة في ده. ثانية واحدة، انت بتقول ايه؟ خلاص خدت القرار، بدل ما ادور على واحدة ممكن ما تكونش موجودة اصلا، ومنيتي انك تمشي من البرج وتبقي زوجتي. مش هقدر اقبل ده، في حدود لكل حاجة. وانت متزوجة ولا ايه؟ لا ما اتجوزتش قبل كده. طب عندك حد بتحبيه؟ لا ما حصلش الشرف. طب مش قلت لو عجوز هتبقي مناسبة؟ ممكن اكون عجوز ولكن لا برضه. بقولك ايه، استسلم وانسى، وانا بعيد عليكي نفس الكلام. طب ايه رايك تمشي من مكان سنة واحدة بس وتعيشي معايا في فرساس؟ هتقبلي ولا لا؟ وفي الاخر يا صديقي بتقبل. لازار اصحى يا ابني. ايه صاحب السمو، هو ايه اللي بعمله هنا؟ يلا بينا من هنا. هي مين دي يا سمو الامير؟ دي تلميذة الساحرة، هتقعد في القلعة عشان تساعدنا فك اللعنة. بقول لك، وانت قابلت الساحرة برضو؟ ايوه قابلتها. هي ما كلتكش حي؟ يا ابني اسكت هتموت. بتنور لهم الطريق وهما ماشيين. اسألني لو عايز احرق حاجة، ما عنديش مشكلة يعني. لا ما تلاقيش، انا عايزك تبقي جنبي بس، ومع مرور الوقت لو غيرت رأيك نتجوز. بعينك مش هيحصل. وبس يا صاحبي، دي تكون نهاية الحلقة الأولى. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وسلام.